أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة محتملة للمغرب تبلغ قيمة نحو 774 مليون دولار. تشمل الصفقة أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة هيمارس والعتاد أيضا بقيمة 524 مليون دولار، بجانب أسلحة مواجهة دقيقة بقيمة 250 مليون دولار. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك أن من شأن البيع المقترح أن يحسن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. داخل مستودعاتها التي تطالها نيران روسيا في كل مكان، تضع أوكرانيا ما يصلها من منظومات صاروخية من الغرب لحين الاستخدام. أبرز هذه المنظومات على الإطلاق هايمارس الأمريكية. ترددت واشنطن بتسليمها لكييف، لكنها وافقت بعد ذلك ووصلت هايمارس طراز M142، وهي وحدة سلاح متنقلة تحمل 6 صواريخ موجهة بواسطة نظام